بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل الأم ومنزلتها التي لا يدانيها منزلة. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وذلك يا أبنائي ليس تقليلا من شأن الأب أبدا، ولكن لعظم منزلة الأم ولقدرها ولجهدها. فلم يتحمل أحد أن يحمل شيئا 9 أشهر. يعني أنا لو اديتك بطوطة في إيديك 5 دقايق هتبقى عايز ترميها، زهقت من حملها، فما بالك بهذه الأم العظيمة التي حملتك في أحشائها 9 أشهر من غير ضيق أو سأم. شايلة وهي فرحانة، شايلة وهي سعيدة. فالأم يتشال على الراس، الأم يشيلها بعينينا، الأم مكانتها محفوظة في كل زمان وأوان. الله لست وفي بعد مكرمتي ولو أخذت بإطراء وسكران حملتني بجوار القلب حانية وصلتني في حنان بين أحضاني. كل عام وأنتم بخير.